بشوف طلبة كتير بتدخل ثانوي عام وبعد ما يحطوا امل على كلية معينة هم واهاليهم، لو التنسيق قلش ومفيش مصاريف للكليات الخاصة تبدأ مرحلة الاحباط والتوهة رغم انهم لسه في اول الطريق. وبما ان العامل المشترك في اغلب وظائف المستقبل معتمدة على التكنولوجي، فتعال نبص سوا على تراك بقاله سنتين جوه مصر وهيأهل ابنك او اخوك من اول ثانوي لسوق العمل، بس اهم حاجة يكون عنده الطموح. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل. في 2020 شركة وي عملت مدرسة وي للتكنولوجيا، واللي تعتبر المدرسة الأولى المختصة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللي بتوفر التعليم والتدريب العملي في شركات الاتصالات والتكنولوجيا زي شركة وي، وده هيأهل الخريجين منها للمجال من بدري. طب إيه هي مميزات المدارس دي؟ مدارس وي للتكنولوجيا هي مدارس حكومية للتعليم الفني اللي متاحة لحد الوقت اللي بكلمك فيه في 6 محافظات، وهم المنصورة والسويس واسكندرية والمنيا، وفي القاهرة موجودة في مكانين، الشيخ زايد ومدينة نصر. ولو أنت من محافظة غير دول بتقدم في أقرب محافظة ليه، وفي الحالة دي اعمل حسابك في موضوع السكن. الميزه كمان انها بتقبل من جميع المدارس، حكومه، خاص، عربي، انجليزي، وكمان ازهري، ده غير انها مدرسه مشتركه يعني للولاد والبنات. طب ازاي تقدم لها وايه شروط التقديم؟ مبدئيا التقديم بيكون شهر 7 من كل سنه عن طريق التسجيل من خلال موقع وزاره التربيه والتعليم، وده ياخدنا لشروط التقديم. اول حاجه ان الطالب يكون من اب وام مصريين وسنه ما يعديش 18 في السنه اللي بيقدم فيها. تاني حاجه مجموعه ما يقلش عن 250 درجه، وده لحد الوقت اللي بكلمك فيه، ده غير مجموعه الحاجات اللي لازم يعدي منها زي الكشف الطبي، المقابله الشخصيه اللي بتكون له والولي امره، والاختبار بيكون في العربي والانجليزي والرياضه والعلوم والكمبيوتر والاي كيو. تعال بقى نتكلم على الفلوس شويه. زي ما قلت لك هي مدرسه حكوميه ومصاريفها لحد الوقت اللي بكلمك فيه بتتراوح من 200 ل 500 جنيه، لكن لو طالب اتفصل منها لمشاكل سلوكيه مثلا هيدفع غرامه 20000 جنيه، ودي قيمه مصاريف الدراسه. اما عن تفاصيل الدراسه واقسامها، الدراسه فيها بتكون لمده 3 سنين، والطالب بيدرس فيها المواد الاساسيه بتاعه ثانوي، واللي هي عباره عن عربي وانجليزي ورياضه وفيزياء ومواد اجتماعيه واقتصاد وكمبيوتر، والدراسه فيها بتكون بالانجليزي. والمختلف بقى هنا هي المواد المتخصصه اللي بيدرسوها زي كوميونيكيشن، انفورميشن تكنولوجي، الكتريسيتي، وكمان تكنيكال دروينج، ده غير المحاضرات اللي بياخدوها لتنميه مهاراتهم الشخصيه والاجتماعيه. وفيها 4 اقسام وهم اتصالات، الكترونيات، حاسبات ومعلومات، وكهرباء. المميز بقى في المدرسه دي حاجتين، اول حاجه ان الدورات المتخصصه اللي بياخدوها دي معترف بيها دوليا، ثاني حاجه بقى التدريب المجاني العملي، وده بياخدوا بيه شهاده معتمده من الشركه المصريه للاتصالات. طب الطالب بعد المدرسه بيعمل ايه؟ حاجه من الاثنين، يا اما بياخد دبلوم فني لتكنولوجيا المعلومات، وده بيأهله ان هو يشتغل فني في الشركات المهتمه بالمجال ده زي شركه وي، وزي ما انت عارف المستقبل كله للتكنولوجيا. اما بقى لو كان متفوق وجاب مجموع عالي قدامه فرصه انه يعمل معادله ويدخل كليه من الاثنين، يا حاسبات ومعلومات يا هندسه، بس مش هيدخل اي قسم، هيختار ما بين قسمين، اتصالات وشبكات او كهرباء. وبس يا سيدي، لو عندك حد عنده طموح ومهتم بمجال التكنولوجي اعمل له منشن في الفيديو، وما تنساش الشير عشان تفيد بيه غيرك، وطبعا ما تنساش الفولو واللايك عشان في لسه كلام بينا كتير في سوق العمل.